ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنشرح يونت 9 الوحدة التاسعة الصف الثاني الإعدادي. هنشرح فيه قواعد الوحدة كلها. عندنا بتتكلم عن ability and inability، القدرة وعدم القدرة. يعني إن أنا أقدر أعمل حاجة أو إني مقدرش أعمل حاجة في زمن المضارع. في زمن ايه؟ المضارع. عندنا فيه كذا طريقة للتعبير عن القدرة أو عدم القدرة. أول طريقة عندنا هي كلمة كان. كان يعني أستطيع. تعال نشوف عندنا كان بتتكون من ايه. عندنا كان بتتكون بنجيب فاعل وبعد كده بنجيب كلمة كان، وبعد كده بيجي وراها الفعل في الانفينيتيف اللي هو الايه؟ المصدر، مصدر الفعل. تمام. طب في النفي بنخلي كان تبقى كانت، ونفس الكلام بيجي قبلها فاعل وبعدها فعل في المصدر. طب لو عملنا سؤال هنجيب كان في الأول وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل في المصدر. يعني تعالى ناخد مثال عشان نفهم أكتر. لما أجي أقول لك مثال هنا اهوت I can speak English. انا اقدر ان انا اتكلم انجليزي، يبقى هنا عبرت عن القدره. طب لو عايز انفيها هخليها هنا كانت، يبقى انا لا استطيع ان ايه؟ اتحدث الانجليزيه او اتكلم انجليزي. يبقى عندنا كلمه كان بتعبر عن القدره وعدم القدره. وعايز تخباك من كل تعبير هناخده، يعني كل تعبير هناخده تخباك منه واعرفك ازاي في الاخر تفرق ما بينهم. طب ماشي. تاني حاجه عندنا هي قاعده be able to. تمام. قبل ما نبدا شرح عايز تعرف كلمه بي ديت هي اختصار لام وإز وآر. ده مبدئيا. يبقى فوق انت كده فهمت. يبقى الزمن ده بيتكون من ام وإز وآر. طيب يا مستر بعد كده بنجيب كلمة ايه؟ able، وبعد كده كلمة تو، وبعد كده الفعل فين؟ infinitive اللي هو ايه؟ مصدر الفعل. infinitive يعني مصدر الفعل. تعال ناخد مثال وليكن هقول we، او نشوف مثال تاني مثلا we are. هديك المثال اهوت we are، وخلي بالك من الجزئية اللي جاية دي. ولا اللي يقول لك مثلا كلمة نوت بلاي فوتبول. طبعا هنا عايزين نعبر عن القدرة أو عدم القدرة. هتقول لي يا مستر احنا ممكن نجيب هنا كان. أقول لك طبعا ما ينفعش، لأن هو جاب لك هنا بص جاب لك ار. طالما جاب لك ام أو از أو ار يبقى هنجيب بعدها able to، يبقى هنجيب بعدها able to على طول، يبقى ار able to. وده الفرق بينها وبين كان. ركز معايا في نقطة زي دي، ده الفرق بينها وبين قاعدة كان. يبقى we are able to play football، احنا بنستطيع ان نلعب كرة ايه؟ القدم. طبعا لو عايزين ننفي هتبقى هنحط كلمة not، يعني نخلي كلمة are دي تبقى aren't، و is تبقى isn't، و am تبقى am not. وفي السؤال هنجيب am أو is أو are في أول الكلام. ممكن نجيب معاهم أداة استفهام عادي. طب رقم تلاتة عندنا هي قاعدة know how to. طبعا عندنا هنا كي سايلنت عشان الناس اللي مش عارفة، اسمها know how to. طيب دي برضك بتعبر عن القدرة أو عدم القدرة. طيب بتيجي بتتكلم عن إيه يا مستر؟ بتتكلم عن أول حاجة عندنا في مفرد وفي جمع. طبعا المفرد اللي هما الهي والشي والإت، والجمع اللي هما الآي واليو والوي والزي. طيب المفرد بيجي معاه إيه؟ بيجي معاه كلمة نوع عادي خالص، بس بنحط لها اس عشان المفرد بياخد اس. طب لو جمع، الجمع بتيجي من غير اس. وطبعا الاتنين بيجي وراهم هاو تو وبعد كده المصدر. خلي بالك من حاجة زي دي، إن عندنا المفرد بياخد اس والجمع ما بياخدش حاجة، بيجي الفعل زي ما هو فين؟ في المصدر.
تمام. تعالى ناخد مثال على القاعدة دي. لما أقول لك أهوت I نقط how to swim. طبعا انا جايب لك how to، ما ينفعش تقول can how to، ولا ينفع تقول able to how to، غلط. يبقى هي الوحيدة تنفع ايه؟ know how to. طبعا الاي جمع فجبنا الفعل بعدها فين؟ في المصدر. لكن لو كان هي او شي او ات كنا حاطين الايه؟ كلمة now حطينا لها اس. ديت هو باختصار بيتكلم هنا عن زمن او عن قاعدة في الوحدة التاسعة كلها، بيتكلم عن able to and unable to، القدرة وعدم القدرة. هو كده الدرس خلص. انا هديك كذا مثال انت تحلهم لي في الكومنتات وشوفك فهمت ولا ما فهمتش. هديك 3 امثله لكل قاعده، كل عليك انك تحلهم لي وتقول لي الاجابه بتاعتهم في الكومنتات وانا اشوفهم اذا كنت صح ولا غلط. اول مثال عندنا اهوت she نقط how to play the piano. ده اول مثال عندنا. تاني مثال we are not solve the problem. تالت مثال واخر مثال عندنا، فكر فيهم اكتبوا لي في الكومنتات. اقول لك I not، مثلا ممكن نقول speak، او ممكن نشوف حاجة تانية. ممكن نقول مثلا، خلي المثال ده احنا كده كده ممكن نكتبه تاني يبقى نشوف الناس مركزة ولا لأ. ناخد مثال كمان اهوت we not swim in the pool. عندك 4 أمثلة، الأربعة دول حلهم لي في الكومنتات وهشوف إجاباتهم ونشوف فهمتوا الدرس ولا لأ. والوحدة التاسعة عندنا وحدة بسيطة بتتكلم عن القدرة وعدم القدرة، وفي عندنا 3 أشكال. أول حاجة كلمة كان، تاني عند حاجة كلمة able to، وعرفنا كلمة able قصدي كلمة be بتتكون من أما وإذا وآر، وبعد كده كلمة آخر حاجة now how to، وبيجي بردك وراهم المصدر. يبقى التلاتة دول بيجوا وراهم المصدر، وعرفنا إمتى نستخدم كل واحدة فيهم. وكده نكون وصلنا لحد آخر الفيديو بتاعنا. متنساش تعمل اشتراك للقناة وتعمل لايك وتشير لأصحابك عشان يستفادوا زي ما أنت استفدت. اقعد حل الجزئية ديت واكتبها لي في الكومنتات، أشوف كل الكومنتات وأرد عليها.